إذن مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. واللحظة كيف كتتابعوا لحظة نقل المعتقلين على خلفية ملف الفنانة ريم والزوج ديالها اللي تم القتل ديالو بطريقة بشعة. في هذه الأثناء السيارة ديال الأمن التابعة لجهاز الأمن الوطني كيقوموا بنقل جوج ديال الأشخاص اللي تم الاعتقال ديالهم على خلفية هذا الملف وتقدموا امام السيد وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه. كاينين اشخاص اخرين تقدموا لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف، فيما هاد جوج ديال الاشخاص متابعين بجنح وتقدموا امام السيد وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه. وفي هذه الاثناء كاين امر بالايداع ديالهم سجن عكاشه. واللحظه كيف كتشوفوا لحظه النقل ديالهم الى سجن عكاشه بواسطة السيارة ديال الأمن الوطني التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. شوف تيفي. نعم اخويا، الشارع العام اخويا كنصورو. كيفاش غادي نوقف اللايف؟ علاش غنوقف اللايف؟ حنا راه في الشارع العام الشريف. شد اخويا شد. مزيانه الصغيره دابا. كيف كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام لحظة نقل المعتقلين على خلفية ملف الفنانة ريم والزوج ديالها اللي تم القتل ديالو بطريقة بشعة. في هذه الأثناء كيتم نقل جوج ديال المعتقلين اللي تقدموا أمام السيد الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية والمتابعين بجنح ربما عدم تبليغ أو عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر. أما المتهمين اللي قاموا بتنفيذ العملية الإجرامية ديال القتل فتم التقديم ديالهم أمام السيد الوكيل العام للملك وتبيعوا بجنايات وتم الإيداع ديالهم سجن عكاشة من طرف السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء. سلام مخلوع. علاش نتخلع؟ مخلوع زوين هذا مخلوع. عاطينهم مسافة الأمان وصافي.
إذن على مقربة من سجن عكاشة اللي غادي يتوضعوا فيه جوج ديال المعتقلين على خلفية ملف الفنانة ريم والزوج ديالها اللي تم التصفية ديالو بطريقة بشعة أثناء وصول المعتقلين إلى سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء. السلام عليكم، كيف جالس؟ بخير، لبس عليك، الله يحفظك. إذا كيف كتشوفوا في هذه الأثناء اللحظة ديال وصول المعتقلين إلى سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء عبر السيارات ديال الأمن الوطني والدخول ديالهم إلى سجن عكاشة. إذا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.